بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا قطاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال. النهارده بقى ميزانيتنا هتتكلم عن ايه يا حبايبي؟ عن 10,000 جنيه في الشهر. بس اختنا وحبيبتنا القطه الجميله اللي بعتتلي هي عندها ميزانية 10,000 جنيه بس 7 أفراد كبار. مفيش خزين، استهلاك لبن وبيض يومي. طب تعالي بقى مع بعض كده عشان خاطر هقولك هتعملي الميزانية ازاي، وهقولك كمان هتحوشي قد ايه من الفلوس، وهقولك كل احتياجاتك اليومية بكل تفاصيلها. بس لو الفيديو عجبك في الاخر خالص، لو عجبك يا قطتي حطي اللايك واشتركي في القناة. لو ما عجبكيش خالص اديكي شفتي فكرة جديدة هتنفعك ان شاء الله باذن الله في بيتك. تعالي اول حاجة هنعملها مع بعض ان احنا هنحسب 7 افراد. طبعا 7 افراد كبار يا ستي. لو قلنا ان احنا هنحتاج 7 افراد، يعني انا هعمل لهم كل واحد بيضة، 7 بيضات في 30 يوم هتدينا 210 بيضة. 210 بيضة دول هنقسمهم على ال30. طبعا الحاجات دي ايه، انا بقعد كده ادربها مع بعض واشوف. 30 بيضة في الكرتونة، يبقى انا محتاجة كام كرتونة بيض؟ محتاجة 7 كرتونات بيض بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايبي. طيب قبل بس ما اكمل الميزانيه انا نسيت اقول لكم حاجه، ان انا اسمي سيده حسن ودي قناتي بتتكلم عن التدبير والتوفيق. لو حابه ان انتي تشتركي معايا مع القطط صحابي يلا بينا نشترك مع بعض وتشوفي احسن افكار ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى كده انا حسبت البيض اللي انا محتاجه 7 كرتونات من البيض. خلاص. طب اللبن هنفرض يا قطتي ان انتي بتستخدمي كيلو لبن في اليوم. اللبن الكيلو عندي ب30 جنيه، مش عارفه عندك بكام. هتجيبي 30 كيلو في اليوم، 30 في 30 يبقى 900 جنيه. يبقى احنا كده عملنا بند البيض وبند اللبن اللي انتي كنتي كاتباهولي. طبعا الميزانيه دي انا بكتبها بناء عن تعليقاتكم اللي بتجيلي وبناء عن احتياجاتك انتي الشخصيه مش احتياجاتي انا. خلاص. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف. يبقى انت كده هتعملي بيض واللبن بتاعك اللي انت محتاجاه، يعني محتاجاه كل يوم. بس هقولك على حاجه، انت مش هتقدري تجيبي ال7 كراتين بيض مره واحده في التلاجة. فانت هتعملي ايه؟ هتطلعي فلوس البيض تحطيها في ظرف كده او في حته على جنب. كل ما تحتاجي الكرتونه عندي ب165. مش عارفه عندك بكام. انا حسبت اللي هي 7 في 165. البيض رخص شويه، يعني عندنا بقت ب5.5. وكمان اللبن، طبعا اللبن مش هقدر اجيب 30 كيلو لبن، فانا هجيب ايه؟ شوفي بقى على قد ما انت عايزه تجيبيهم 10 5 تحطيهم في الفريزر براحتك. عايزه تجيبي كل يوم شيلي 900 جنيه على جنب وطلعي كل يوم 30 جنيه هاتي كيلو اللبن. بس ده هيبقى صعب عليك، ممكن تمشيها كل 10 كيلو كده ان شاء الله باذن الله. ما تجيبيش البيض واللبن مره واحده عشان خاطر ما يبوظوش منك. خلاص. تعالي بقى نشوف مع بعض كده الاجمالي بتاعهم. اجمالي البيض واللبن هتصرفي فيه 2055 جنيه. يبقى ال2055 جنيه دول هتشيليهم للبيض واللبن. اما بقى الحاجات اللي هتشتريها مره واحده زي اللحوم كده، تعالي اقولك بقى انا كتبتلك ايه. طبعا بما اني 7 افراد كبار فانتي يا حبيبتي ربنا يديكي الصحه والعافيه يا رب ويقدرك على اللي انتي فيه. بصراحه ربنا يكون في عونك. هتجيبي 4 فرخات، الفرخة ب200 جنيه، يبقى 4 في 200 ب800. هتجيبي كيلو بانيه وهيأديك ان شاء الله بإذن الله برضو ب200. ما احنا مش كل يوم هنعمل لحمة وفراخ، احنا هنقطع الفرخة على 8. طبعا ايه، طبعا شيلي 7 مع 7 وشوفي كده ان شاء الله بإذن الله تعملي اكتر من 3-4 اكياس. خلاص. للفراخ هتجيبي 4 فرخات، هتجيبي كيلو بانيه، هتجيبي كيلو مفروم ب200. انا بتكلم على اللحمه المجمده يا جماعه، مش بتكلم على اللحمه بلاش. هتجيبي كيلو كبده ب200 وكيلو صدق ب200 وكيلو بفتيك ب240 عندي. البفتيك بقى حلو في ايه يا قلتي؟ زي ما قلنا اللحمه المفرومه دي كنز عندك في البيت، وكمان البفتيك لو تبلتيه هتاخدي 7 حتت كده كل مره تقليهم وشويه مكرونه وهيبقوا زي الفل. عايزه تطبخي بيه برضو هينفع معاكي. عايزه تعمليه مثلا مشوي جنب حبه مكرونه براحتك. والبانيه برضو نفس الحكايه، ممكن تطلعي نصه تعمليه ناجتس ونصه تعمليه كفته. ممكن تعملي كمان
نعمل مثلا البانيه بس اللي هو المقرمش ده اللي في البيت زي الكنتاكي، براحتك. هتعملي بقى بصي، عندك صدق ممكن تعملي صينيه بطاطس بالصدق، عندك كبده ممكن تغسليها على مرتين. بصي كل الحاجات دي هتبقى متوفره معاكي. يبقى اللحوم هشتريها كده كلها. والسمك بقى يا ستي، السمك انا حطيت لك 4 كيلو سمك. 4 كيلو سمك، الكيلو لو جبتيها كبيرة بتبقى 4 سمكات. ممكن كمان في كيلو متوسط كده بجيبه ب75 او ب70. ممكن انتي تعملي 400 جنيه دي تحبشي بقى، تجيبي كيلو سردين على 2 كيلو من اللي هو المتوسط ده، ممكن تعمليه بالصلصة بيبقى كبير كده وحلو معاكي. في ب70 وفي ب100 لو انتوا بتحبوه كبير قوي. يبقى انا عملت لك الميزانيه 400 جنيه للسمك. خلاص يا ستي. طيب الاجمالي ده كام؟ 2240. وانتي قلتي لي انا عايزه الميزانيه تبقى بالورقه والقلم، وانا اهو كاتباها لك يا حبيبتي قدامك عشان تنقليها وتكتبيها ان شاء الله باذن الله ورايا. تعالي بقى، يبقى كده احنا قلنا اجمالي الرحوم 2240. طب تعالي بقى نجيب الخزين، لانك انتي طبعا قلتي لي مفيش خزين. بصي يا حبيبتي، هتحتاجي مثلا حوالي 10 كيلو سكر. طبعا انا كاتبه الحاجات دي بالزياده، طبعا احنا ستات بيوت وبنعرف ندبر، يعني ممكن ال10 كيلو سكر دول يكفوكي شهر وشهر ونص وكده، لو انتوا احتياجاتكم من السكر قليل. 10 كيلو سكر، السكر ب30 جنيه، وفي سكر ب26، انا حاسبهولك على ابو 30، يبقى 300 جنيه. كمان 15 كيلو رز. طبعا انا يعني قلت ايه، ان انت طبعا في الشهر الله يعينك 15 كيلو هيبقوا حلوين عليكي قوي. حاجه الخزين دي هاتيها برضو بالشهر وخليها عندك. خلاص، خلي بالك فلوس الخزين مش بتروح منك، بالعكس ده دي حاجات في البيت انت هتطلعيها وبتعملي منها الاكل. ماشي، هو بس البيض واللبن اللي انت ما تجيبيهوش ايه، والخضار طبعا والفاكهه هقولك على البند بتاعهم وبند المنظفات وكل حاجه. هتجيبي كمان 10 مكرونه. كيلو المكرونه ب25، انا بجيب السايبه مش بجيب اللي هي الملكه او كده ب35، فبيني وبينكم انا بجيب السايبه، ما بجيبش اللي في كيس. هتجيبي 7 ازايز زيت، ازازه الزيت ب50 وفي ب42، انا جايباها وكانت جميله وزي الفل، جبتها في رمضان. بس انا باخد التموين، لكن انتي يا حبيبتي ما عندكيش تموين، فانتي هتعملي، عفوا، هتعملي 7 ازايز من الزيت، يبقى 350. هتجيبي نص عدس اصفر ونص عدس بجبه، وده بينفع معاكي جدا جدا. يوم عايزه تعملي عدس، يوم عايزه تعملي كشري على عدس وتسلقي بيض، يوم بصي هينفع معاكي جدا جدا جدا. و100 جنيه شاي. انا برضو الشاي مش عارفه انتي يعني بتحبي شاي قد ايه. الشاي بقى انتي حسب رغبتك، بس انا عملتلك ان هي 100 والبهارات 100. خلاص، طبعا البهارات اللي انتي بتحبيها برضو ايه 100 جنيه. خلاص يا حبيبتي، زي ما احنا اتفقنا البهارات مش لازم تبقى كتير. هاتي الحاجات اللي انتي بتحبيها، مثلا هاتي ب50 فلفل واعمليه في البيت، انا بعمله في البيت والله بيبقى كمية جميلة وحلوة، مش لازم تجيبيه ناعم من بره. هاتي كمان كمون، هاتي كزبره، هاتي شطه، دول الحاجات الرئيسيه اللي عندي. مرق الدجاج اللي انت عايزاه هاتي بالايه بال100 جنيه. طبعا الشاي مش ب100، الشاي بحاجه و50، بس انا قلت يعني احطلك بالزياده. عفوا، يبقى كده 1610. طيب ده بالنسبه بقى للايه للخزين. خلاص، كل بند انا كاتبالك الاجمالي بتاعه. الفطار هتجيبي ب50 جنيه فول، هتجيبي ب50 جنيه فلافل اللي لها. بصي عايزه تعمليها في البيت براحتك، هتجيبي ب5 جنيه كرات، وهتجيبي بصل وتوم، وهتجيبي ب50 جنيه الفول المدشوش، وهتعمليه في الكبه. وبعد كده هتحطي عليه 3 أو 4 كوبايات ميه سخنه وتسيبيه على جنب وتضربي. انا عملت الفلافل دي في الخلاط قبل كده، بس الفيديو ما عجبكوش بصراحه، ما جابش مشاهدات فحذفته من القناه. وبعد كده هتقومي جايبه الخضره اللي انت ضربتيها في الخلاط، الكروت مع البصل مع راس من الثوم، وهتحطي بس البهارات بتاعتي، ملح، كمون، كزبره ناشفه وشطه. خلاص، هتضربيهم في الخلاط مع بعض، وبعدين تحطيهم على المسحوق اللي انت عملتيه بالميه السخنه، ودي هتاكلي احلى فلافل سريعه، ولا محتاجه بقى ان انت تبلي الفول ولا اي حاجه، بس تحطي على الفول بعد ما تضربيه في الكبه ميه سخنه.
الفول المدمس احنا عملناه قبل كده مع بعض في القناة، عدس اصفر وليمونة ونص كوباية. انت بقى لو جبتي ب50 هتحطي نص كوباية عدس، نص كوباية فول مدشوش وليمونية وجزراية وطماطمتين، هتغطيهم بالمية وتحطيهم على النار يغلي غلوة، توطي عليه لمدة 4 ساعات. لو محتاجة يزود المية تزودي، بس تستخدمي حلة محكومة الغطا، يعني يبقى الحلة الغطا بتاعها مش بيطلع منها خلاص، يعني يبقى ماسك كده في الحلة. لو انت ما عندكيش دميس، لو عايزة بقى يا ستي تجيبي ب50 جنيه فول من عند الراجل عادي، وب50 جنيه عجينة فلافل، وتقومي شايلاهم في اكياس براحتك برضو. لو انت مش عايزة ان انت يعني ايه تتعبي نفسك، براحتك اللي انت عاوزاه اعمليه. يبقى كده 50 فول 50 فلافل 120 كيلو الجبنة البيضاء. انا عندي هنا ربع ب30، انا بجيب ربع، بس انت هتحتاجي كيلو. هتحتاجي كمان نص جبنة تركي ب160 جنيه، وهتحتاجي نص جبنة قريش. الجبنة القريش ب80 جنيه. عندي انا، مش عارفه عندك بكام. عشان كده انا دايما بسيبلك فلوس زياده، عشان لو الحاجه عندك بزياده تجيبي براحتك. الاجمالي بتاعنا هيبقى 460 جنيه للبند بتاع الفطار. خلاص. طبعا الفطار ده اكيد هتجيبيه وتحطيه في التلاجة. خلاص. بس الجبنه القريش بحطي شويه ميه كده وبملح وكام قرن فلفل كده، حطيها وحطي الجبنه فيها عشان خاطر ما تبص مني. طيب وعندك طبعا في القناه كذا اكله اقتصاديه ممكن ان شاء الله باذن الله تشوفيها. الخضار اللي عندي والفاكهه. انت بقى قلتشي بما ان بسم الله ما شاء الله الله اكبر 7 افراد، هتاخدي 500 جنيه في ظرف كده. دول كل اسبوع هتنزلي السوق، هتجيبي بال500 جنيه خضار وفاكهه تكفيكي. الخضار رخيص، هتجيبي بزله، هتجيبي سبانخ، هتجيبي اي حاجه. بس زي ما انا بنصحكم 100 مره، خدي ال500 جنيه بس وهاتي على قده. طماطم اللي انت عاوزاه. يبقى كده اجمالي الخضار والفاكهه اللي انت هتنزلي بيهم السوق في الشهر كله 2000 جنيه. المنظفات. بصي بقى يا حبيبتي، انا حسبت ان انتي غسالتك زي حالتي كده غساله عاديه، لكن لو غساله فول اوتوماتيك فانتي طبعا هتجيبي الاوكسي المسحوق بتاعك. هتجيبي 6 اكياس اوكسي عادي، اللي هو الكيس ب25، يبقى ب150 جنيه. هتجيبي ب20 جنيه سلك مواعيد، ب20 جنيه صابون سائل، ب20 جنيه كلور، ب20 جنيه دوني، ب20 جنيه ديتول. المهم 100 جنيه دول طلعيهم كده عشرينات عشرينات، هاتي بيهم الحاجات اللي انتي عايزاها. هتجيبي بقى 3 صابونه. الصابونه بقت ب20 جنيه. او انا جبت ريحت دماغي وجبت جيركن شاور. انا كنت يعني موريهولكوا في القناه قبل كده ب60 جنيه. مش فاكره اسمه ايه، بس هبقى اكتب لكم ان شاء الله باذن الله. الشارجر الجميل ممكن تحطيه في علبة كده وتستخدموه ان انتوا تغسلوا بيه ايديكوا وجسمكوا. بصراحة بيبقى جميل، احلى من الصابونة العادية. لو عايزة تجيبي 3 صابونات براحتك برضو، دول هيبقوا معاكي خلال الشهر. يبقى كده الاجمالي كله 310. ده بالنسبة للمنظفات. تعالي بقى يا قطتي هنحسب كده اجمالي الميزانية. اجمالي الميزانية لو قلت 2055 زائد 2240 زائد 1610 زائد 460 زائد 2000 زائد 310 هتيجي 8675 جنيه. هنطرح من 10000 جنيه هيفيد معاكي 1325 جنيه. عايزة تزودي الفراخ، عايزة تزودي اللحمة، عايزة تزودي المنظفات، كده بقى معاكي فلوس. عايزة تشيلي ال1000 جنيه اللي فاضت على جنب، اقسم بالله خلال 10 شهور هيبقى معاكي 10000 جنيه. ممكن تجيبي كل اللي نفسك فيه. انا كده عملت لك اهو الميزانيه يا قطتي، يا رب تشوفيها، يا رب كلنا ناخد افكار جميله من اللي انا بعملها. انا خلاص بدل الورق بقى عملت لكم سكتش كده خاص بالميزانيات بتاعتنا. لو حابه تساليني عن اي ميزانيه او اي حاجه سيبيلي في التعليقات واكتبيلي، وان شاء الله باذن الله هعمل ميزانياتكم كلها باذن الله ان شاء الله. يا رب كده دايما اكون بقول لكم حاجات مفيده، يا رب اكون بساعدكم، يا رب دايما 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 تبقى افكاري مفيده ليكم. لو عجبكم الفيديو، لو حبيتوا القناه، ما تنسوش الاشتراك واللايك بقى لاختكم، وصلوا الفيديو لكل اصحابكم. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وبسلامه. بحبكم واشوفكم في فيديو جديد.